السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف يعني إيه داتا تايبس، يعني إيه أنواع الداتا تايب اللي أنا أقدر أخزنها إيه في البرنامج بتاعي، أو اللي أنا أقدر أتعامل معاها وأخدها من اليوزر، أو أنا أعرفها وأعمل عليها إيه عمليات. بعد كده هنخزنها فين؟ فعندنا variables أو متغيرات. فاحنا هنبدأ الأول نعرف الأول الداتا تايبس، وبعدين إن شاء الله هنعرف إيه المتغيرات، ونبدأ إيه نعمل بقى شوية عمليات إيه وكده إن شاء الله. عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية أساسيين، تمام. التمانية الأساسيين دول طبعا في داتا تايبس تانية كتير، بس خلينا في التمانية الأساسيين دول دلوقتي اللي هم اسمهم البريمتيف داتا تايب. عندنا التايب بيبقى ليه سايز معين بيتخزن في الميموري، أو في الميموري دي اللي هي الرام بتاع الديفايس بتاعي أو الجهاز بتاعي. وكل داتا تايب ليه رينج معين أقدر أخزن له إيه القيم دي بناء على إيه، على احتياجي انا. يعني مثلا عندنا داتا تايب اسمه بايت، ده السايز بتاعه في الميموري بتاعك بتاع يعني الجهاز. يعني لما تعرف متغير اسمه بايت، فانت كده شغال حجم 8 بايت في الميموري او في الرام بتاعته. الرينج الارقام اللي بياخد البايت بقدر اخزن فيه ايه، رقم، عدد يعني. الاعداد اللي اقدر اخزنها من سالب 128 لايه، ل 127. الحاجات دي مش حفظ عموما يعني، بس احنا غالبا بنستخدم في العادة الانت، اللونج والفلوت للارقام العشرية الصغيرة، والدبل للارقام العشرية الكبيرة، والتشار والبوليان يعني. فخلينا برضو نتعرف عليهم، وبعدين ان شاء الله انت لما تبدأ تكتب هتعرف انت هتستخدم كل واحد منهم ان شاء الله. الشورت برضو بتستخدم فيها عدد صحيح، خلي بالك من عدد صحيح. البايت عدد صحيح، والشورت برضه عدد صحيح. السايز بتاع الشورت أكبر شوية وهو 16 بت، والرينج بتاعه طبعا من سالب 32,000 ل 32,000 مش عارف وكام. بعد كده في الانتجر، وده غالبا اللي احنا بنستخدمه يعني. السايز بتاعه 32، وبيشغل من سالب 2 أس 31 ل 2 أس 31 ماينس 1. وبعد كده اللونج للأعداد برضو الصحيحة، يعني احنا كل أول أربعة دول أعداد صحيحة، لكن اللونج أكبر واحد منهم اللي يخزن من الرقم يعني اللي تقدر تكتبه فيه سالب 2 أس 63 ل 2 أس 63 ناقص واحد. تمام، دول الأرقام إيه أو القيم الصحيحة، عدد صحيح مش كسر. طيب بنستخدم إيه بقى، وبنخزن إيه في الكسر؟ عندنا حاجتين اتنين، فلوت ودبل. وعادة بنستخدم إيه دبل، يعني محدش بيستخدم فلوت إلا نادرا دلوقتي، كله بيستخدم دبل. تمام. السايز طبعا ده 32 وده 64. التشار بيخزن التشار من اسمه يعني كاركتر، واختصار كلمة كاركتر يعني حرف واحد أو قيمة واحدة. تشار واحد يعني بتخزن فيه تشار واحد. بعد كده البوليان ده بيخزن فيه حاجتين اتنين فقط لا غير، true false. true يعني واحد، false يعني صفر، يا أيوة يا لأ. تمام. وده بنستخدمه كتير جدا 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 يعني في الابلكيشن بتاعنا. وخد بالك السايز بتاعه واحد فقط، لأنه هو بيخزن قيمة ايه يا ست، يا واحد اللي هي ايه، ترو أو فولس. ده احنا عرفنا ده التايبس، مش عايزك تشغل بالك قوي بالسايز والرينج. المهم انت بس اعرف كل داتا تايب فيهم بنخزن فيه ايه، امتى رقم، بنستخدم لو رقم 10 ايه، لوت او دبل. واخر حاجه الاتشار لو حرف واحد بس. والبوليان طبعا ترو ايه وفولس. ده اللي انا عايزك تعرفه بالفيديو ده، وان شاء الله في الفيديو الجاي بقى هنبدا نفهم يعني ايه متغيرات او الفاريبلز، ونبدا نعرف بقى شويه الداتا تايبس دول، ونتعرف عليهم اكتر باذن الله. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.